السلام عليكم أحبابي، أنا نسرين وغادي نحكي لكم اليوم على تجربة ما عمرني نقدر ننساها. كنت غادية لطنجة باش ندوز واحد ستاج، ولكن اللي وقع ليا في الفندق كان أغرب من الخيال. قصة فيها العبرة والتشويق ومليانة مواقف ما كنتش نتصورها. ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وخليوا تعليقكم واش سبق لكم تعرضتوا لموقف غريب في السفر. السلام عليكم أحبابي، أنا نسرين، وهاد القصة اللي غادي نحكي لكم اليوم وقعت ليا بصح وما عمرني نقدر ننساها كيف ما درت. القصة بدات في واحد الصيف، كنت خرجت من معهد وكنت كندور على شي ستاج باش نكمل التجربة ديالي في الميدان ديال التجميل والعناية بالبشرة. اتصل بيا واحد الصالون معروف في طنجة وقالوا لي إلا بغيتي تجي عندنا بلاصة شغيرة وستاج مؤدى عليه. صراحة فرحت بزاف، قلت هذه فرصتي نبدا نخدم في مدينة كبيرة ونتعلم الناس عندهم خبرة. جمعت حمايجي وسافرت بفرحة كبيرة. أول مرة نطلع لطنجة بوحدي، المدينة كانت زوينة، بحرها، الناس، الجو، حسيت براسي حرة ومتفائلة. وصلت ولقيت واحد الفندق صغير وسط المدينة القديمة، ماشي فاخر بزاف ولكن من برا باين نقي ومؤمن. مول الفندق واحد الراجل في الأربعينات، كيبان محترم في الأول وكيهضر بزاف بلطافة. قال لي مرحبا بك أنسة نسرين، هذه الغرفة ديالك ونتمنى ترتاحي عندنا. قلت ليه شكرا بزاف، الله يخليك. طلعت الغرفة نقية، فيها سرير، تلفاز وشباك كيشوف على البحر. قلت الحمد لله. درت دوش وصليت، ومن بعد خرجت نعرف المدينة شوية. النهار الأول كان زوين بزاف، تعرفت على بعض البنات اللي معايا في الشركة وتبادلنا الأرقام. مع العشية رجعت الفندق وكنت عيانة، دخلت النعاس بكري. كل شيء كان عادي حتى اليوم الثالث. في الصباح وأنا خارجة مول الفندق كان كيشوف فيا بطريقة غريبة، بحال شي حاجة ما مفهوماش. قلت مع راسي يمكن غير كيتخيل ليا، ما نعطيش أهمية. دوزت نهاري في ستاج، الأمور بخير. ولكن مع العشية وانا راجعه لقيته في الريسبسيون كيتسنى وقال لي بابتسامه كل شيء مزيان، كترتاحي في الغرفه ديالك؟ قلت له الحمد لله كل شيء بخير. قال الا احتاجيتي شي حاجه غير طيحي عليا تليفون. قلت له ان شاء الله شكرا. ولكن الطريقه اللي كان كيهضر بها ما ريحتنيش، كانت فيها واحد البروده وشي نظرات غريبه. مع ذلك قلت مع راسي ما نكبرش الامور. الليل داك النهار حسيت بشي حركة في الكوليدور، نسمع قدومات قدام الباب ديالي ودقات خفيفة بزاف. سكت ما جاوبتش. من بعد شوية رجعت الدقة ولكن بصوت أوضح. سولت شكون؟ جاوبني بصوت هادئ أنا مول الفندق، غير بغيت نتأكد واش كلشي مزيان، سمعنا شي صوت. جاوبتو كلشي بخير شكرا، ومشيت نعس، ولكن قلبي ما كانش مرتاح. الغد وانا خارجه في الصباح لقيته قدام الباب كيتسنى وقال لي نسرين راكي منوره صباح كامل. ضحكت مجامله وقلت ليه الله يخليك، ولكن بدا كيهضر بزاف كيسولني واش انا متزوجه واش عندي شي حد في طنجه. جاوبته بادب وقلت ليه انا غير هنا غير على الخدمه، ما عنديش الوقت لهاد الاسئله. رجعت في الليل وقررت نسد الباب مزيان ودرت الكرسي مور الباب. كنت باغي نعس حتى سمعت صوت المفتاح كيتحرك في القفل، تجمد الدم في عرقي. قمت بسرعة وقلت بصوت عالي شكون هذا؟ توقف الصوت. من بعد سمعته كيهضر سمحي لي غلطت في الغرفة. عرفت الصوت ديالو مول الفندق. قلبت كل شيء في الغرفة وتأكدت أن الباب كان تسد، يعني عنده نسخة من المفتاح. ديك ساعة خفت بزاف، خديت الهاتف وصورت فيديو قصير باش يكون دليل. ومن بعد اتصلت بصاحبة الشركة اللي خدامة فيها وشرحت ليها الموقف كامل. جات عندي في الصباح ووقفت معايا ومشينا للشرطة نحكيو اللي وقع. مول الفندق حاول ينكر، ولكن ملي شاف الفيديو تبدل لون وجهه. الإدارة عاقباته وسدوا الفندق مؤقتا حتى يدارس الملف. أنا من ذاك النهار بدلت الفندق وبقيت في واحد البلاصة أمينة، وتعلمت درس كبير في الحياة. ماشي أي بلاصة تبان زوينة تكون فعلا أمينة. كنت غادية غير نخدم ونتعلم، ولكن خرجت بتجربة علمتني نحضر من الناس ونعرف كيف نحمي راسي. دابا منين نسافر أول حاجة كنأكد عليها هي الأمن قبل الراحة.